في ناس معاها نفوذ وناس معاها صبر نخنوق. الراجل اللي قدر يجمع بين كلمة الشارع وكواليس الحيتان الكبار، ومن ابن تاجر خردة بسيط في السبتية للاسم اللي بيتعمل له 1000 حساب. انت مين؟ صبري نحن. في يناير 2025 كله افتكر ان الستارة نزلت وان معلم مصر القديم قفل صفحته وبقى راجل اعمال ببدلة شيك وصاحب مطعم في الشيخ زايد، عشان فجأة تقوم خناقة في ليلة سودا في القاهرة الجديدة وتقلب الموازين وترجع كل حاجة لنقطة الصفر. حضر كوباية شاي الجميلة وركز معايا في حكاية النهاردة. دي مش قصة من فيلم اكشن، دي حكاية حقيقية لأخطر اسم مر على تاريخ السيطرة والبلطجة في مصر. صبري نخنوخ اسم مش جديد علينا، سمعناه في موقع الجمل وكان بيتقال عليه زمان وزير الداخلية الموازي. بس ايه اللي جاب ابن السبتية لشركات الامن والحراسة، وايه اللي رجعه للزنزانة تاني في يونيو 2026؟ هات الكوباية وتعالى نجيب الحكاية من اولها. سنة 1936 في قلب حي السبتية، وما يعيش في السبتية غير الشليد، اتولد صبري ابن حلمي نخنوخ تاجر الخردة. صبري لقى ان تجارة الخردة بطيئة فقرر يتاجر في المعدن اللي مكسبها مضمون وسريع السلاح، وبدأ يفرض سيطرته بدراعه. فتح مدرسة بلطجة في عمارة ابوه في بولاق، يمرن الرجالة وينزل بيهم على وسط البلد والهرم ويفرض اتوات ويحمي محلات وكباريهات. الشغلانة كبرت في ايده وصوته وصل للتقيل لوزير الداخلية الاسبق حبيب العدلي ورجال الحزب الوطني. من هنا بقى نخنوخ فهم اللعبة، القوة عايز اخطاء يحميها، وبقى هو المقاول الرئيسي اللي بتلجأ له الحيتان عشان تخلص الشغل التقيل في الانتخابات واي خناقة كبار. السطوة دي ترجمتها ايه؟ قصور وعربيات لدرجة انه عمل قصر في كينج ماريوت جواها حديقة حيوان فيها اسود والنور. بس دوام الحال من المحال. بعد يناير 2011 الموازين اتقلبت والاخوان مسكوا الحكم، وفي اغسطس 2012 نزلت عمليات الخاصة وقبضت عليه في قصر الاسكندرية وسط اسوده وسلاحه. نخنوخ في المحكمة كان واقف ورا القضبان حاطط رجل على رجل وبيقول بكل ثقة لتصفية حسابات سياسية، لكن المحكمة دبته الحكم التاريخي السجن المؤبد بتهمة السلاح والتزوير. والكل قال ان الامبراطورية شطبت وقصته اتقفلت ورا حديد برج العرب. بس اللي يعرف نخنوخ يعرف انه زئبق ملوش نهاية متوقع. في 2018 وبشكل مفاجئ صدر عفو رئاسي عنه لاسباب صحية. خرج الراجل بنيولوك جديد، قلع جلابية الفتونة ولبس البدلة الشيك وظهر في هيئة المستثمر. وفي 2023 حصلت المفاجأة اللي هزت مصر كلها، نخنوخ اشترك وبقى بيدير شركات فالكون للأمن والحراسة. خدت بالك من اللعبة؟ السيطرة ورجالة الشارع اللي كانوا زمان بيتحركوا في الضلمة بقوا جيش منظم بآلاف الأفراد ومعاهم ترخيص قانوني وغطاء شرعي فوق أي شبهة. وفي يناير 2025 افتتح مطعم كالابريا الفخم في الشيخ زايد، والنجوم والمشاهير بقوا طوابير عنده كأن الماضي اتمسح بأستيكة. لكن يا ترى الماضي بيتمسح بالبدلة الشيك يا معلم صبري؟ الإجابة جت سريعة في يونيو 2026 في ليلة سودة في القاهرة الجديدة رجعت كل المظاهر الشيك للصفر. خناقة شوارع واستعراض قوة وتكسير معرض عربيات شهير في التجمع الخامس بسبب خلاف مالي على 40 مليون جنيه، أو ربنا زي ما بقول لك كده 40 مليون جنيه عن الرقم اللي أنا وأنت لو فضلنا نجمع فيه من أيام الفراعنة لحد يوم القيامة مش هنشوفه حتى لو في الحلم. الناس دي بتتخانق على ميزانية دولة صغيرة، وإحنا لو اختلفنا على مين اللي عليه الدور يحاسب على جيم البلاي ستيشن أو مين اللي أخد دراع شغال والتاني بيعلق بنقطع بعض أسبوعين ونلغي اللم. أهو من ال 40 مليون دول بقى قلبوا الدنيا مراجيح. النيابة ما سمتش، وجهت له اتهامات ببلطجة وسرقة بالإكراه، وصدر قرار بحبسه على ذمة التحقيقات. رحلة نخنوخ بتثبت كلمة واحدة، اللي بيكبر بالسيطرة والشارع بيفضل الشارع ومشاكله ملحقينه مهما لبس بدل غالي. الغاوي وتنطيط ما بيرتاحش غير في الملاعب. يا ترى المرة دي النهاية الحقيقية لأسطورة السيطرة ولا الإمبراطور لسه معاه كروت تانية في جيبه؟ اكتبوا رأيكم في الكومنتات ومتنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام يا حكواتيه.